انا ما بخلفش بقالي سنين وتعبت من اللف على الدكاتره، وكنت مش بنام غير وانا ببكي من كلام جوزي واهله علشان ما بخلفش. تعالوا نعرف ايه قصه الرساله اللي جات لي من المريضه دي. النهارده هحكي لكم عن قصه من القصص اللي فعلا بتلمس القلب. سيده كانت فاقده الامل خالص، وجات لي الست دي في العياده وحالتها النفسيه كانت صعبه جدا، وكانت بتعاني من عقم لفتره طويله، والكلام اللي كانت بتسمعه من جوزها واهله كان بيحرجها جدا فعلا كل يوم. وكنت انا بشوف الحاجات دي قدامي. كانت بتعاني من كلام قاسي، ان هي السبب، انها معيوبه، انها مش قادره تخلف، ان جوزها سليم وهي زي الفل، وانه قادر يخلف لو اتجوز غيرها. الحمد لله لما شفتها ربنا وفقنا ان انا اعمل لها الفحوصات والتحاليل والاجراءات اللازمه المطلوبه، وحطينا خطه العلاج المناسبه ليها. والحمد لله رب العالمين بعد فتره من العلاج والمتابعه والالتزام ربنا رزقها بالحمل اللي كان نفسها فيه عن طريق الحقن المجهري. ربنا كرمها ببنوته جميله رجعت لها ثقتها في نفسها وملت عليها حياتها. ربنا رحمها من مصير مجهول مش عارفين كان هيوصل بيها لفين. علشان كده حابين ننصح كل سيده لسه ربنا ما أرادش لها الخلفه انها ما تستسلمش لاي كلام او نقد بتسمعه من اي حد مهما كان، لان كلامهم ده مش بس قادر يحرمها من الخلفه لو عندها امل، لا ده قادر يحرمها من الحياه كلها. وربنا يجعلنا دايما سبب للفرح. دكتور محمود اسماعيل، دكتوراه واستشاري امراض النساء والتوليد، دبلوم طب الجنين، دبلوم الحقن المجهري وجراحه المناظير، جامعه برمنجهام انجلترا.